المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. المحميات في حلحل تنمو جيدا بفضل الوعي المكتسب. عقد الاجتماع السنوي لأعضاء الجبهة الشعبية في ألمانيا. انسحاب الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأجواء المفتوحة. اليونيسيف تعلن توزيع 2 جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة. وانفراج في محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم 23 من نوفمبر في مراكز العزل بإقليم جنوب البحر الأحمر والإقليم الأوسط أظهرت إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا، وكان 3 من بين المصابين ال7 قد عادوا مؤخرا من إثيوبيا بطرق غير نظامية، وكانوا في الحجر الصحي بمركز جيبدو في إقليم جنوب البحر الأحمر، فيما عاد 3 من أمريكا و1 من ألمانيا عبر المطار. في غضون ذلك شفي 17 مواطنا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي. بموجب ذلك وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 558، شفي منهم 473، فيما يتلقى 85 مصابا الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من نوفمبر 2020. أفاد سكان وإدارة مديرية حلحل النمو الجيد للمحمية الكائنة في المديرية بفضل الوعي المتنامي والرعاية الجيدة، وأوضحوا بأن المحمية الخاصة المنشأة عام 2018 في مساحة قدرها 210 هكتارات بمنطقة متكل أبيل جبل أوسانا توجد في وضع جيد، بما يضمن الاستمرار بفضل الرعاية الجارية لها بالتنسيق بين المواطنين والجهات الحكومية وخاصة سلطة الغابات والحياة البرية. وأوضح مدير بلدة حلحل السيد إسماعيل محمد عمر نمو الثروة الغابية بوتيرة متسارعة بفضل الخطوة الجماهيرية المتخذة لحفظ الأشجار في عام 2018، وستجري أعمال تشجير واسعة مستقبلا. وقال كل من المدير التنفيذي لمديرية حلحل السيد برهان كحساي وعمدة منطقة متكل أبيه السيد إدريس عبد الرحمن إن الخطوة المتخذة لإنشاء المحمية وجدت دعما كاملا من المجتمع وإدارة المديرية، ويجري العمل بوعي عال. هذا ويقع جبل أوسان الكائن فيه المحمية على بعد 1 كيلومتر من الناحية الشمالية من بلدة حلحل حاضرة المديرية. عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا اجتماعهم السنوي من 24 من أكتوبر وحتى 14 من نوفمبر عبر الفيديو كونفرنس بالتموضع في 3 مقاطعات، وقيموا أنشطتهم ووضعوا برامج العمل لتنفيذ المهام المرحلية. وقدم القائم بعمل السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو توضيحا عن الأوضاع في البلاد والمنطقة والتصدي لوباء كورونا وأسراب الجراد وبرامج الزراعة والتنمية في البلاد. وأعرب عن ثقته لوضع أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة برامج تتماشى مع المرحلة انطلاقا من تجاربهم السابقة. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد كحساي تولده المهام المنفذة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وقدم تقييما عن دورة الكادر التي نظمت شهر أكتوبر في جنيف السويسرية، وأكد العمل لتنظيم الشباب باعتبارهم ضمان المستقبل. وذكر مسؤول الدبلوماسية الشعبية والإعلام السيد تخلو لباسي تطور علاقات الشراكة في المنطقة بعد توقيع اتفاق السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا في شهر يوليو 2018، وقال ينتظر من الأعضاء العمل كسفراء في أماكن تواجدهم وإبراز الوجه الجيد لبلدهم. وناقش الاجتماع وقيم تقارير المسؤولين في المقاطعات، مؤكدا العمل بتنظيم أقوى لحل النواقص والقصور والدفع بالسلام والتطور.
أعرب سكان ضاحية بادرهو في مديرية عتكليزان عن ارتياحهم لإنجاز مشروع مياه الشرب الذي شيدته الحكومة لحل مشكلة المياه. وأوضح السكان أنهم كانوا يستخدمون مياه غير صالحة يتم جلبها من أماكن بعيدة ويكونون عرضة للأمراض والمصاعب الأخرى. وقال مدير الضاحية السيد إلياس فساسين إن المشروع يحل إشكالية المياه والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية للسكان خاصة المرأة. أوضح مسؤول قسم المياه في إقليم عنسب السيد زرقي ولدة السائن أن مشروع مياه بادره يضم حفر مصدر للمياه وبناء خزان ومد أنابيب مياه بطول كيلومتر ومحطتين لتوزيع المياه. هذا وتم إرساء مشروع مياه في 8 ضواحي من أصل 11 ضاحية في مديرية عتكليزان، ويجري العمل لإرسائه في الضواحي المتبقية. يحصل أكثر من 79% من سكان إقليم عنسبة على مياه شرب صالحة. قال مسؤول برنامج الادخار والقروض المصغرة في مديرية شعب السيد إدريس محمد نور إن البرنامج يسهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين عامة والمزارعين على وجه الخصوص. وأوضح أن الوعي الذي نماه سكان شعب للاستفادة من القروض مكن من الاستفادة الجيدة من القرض، واستطاع معظمهم من دفع الديون المستحقة. وأشار إلى أن معظم المقترضين هذه السنة هم مزارعون لتوظيفه لشراء الثيران والجمال لارتباطه مباشرة بمعيشتهم. وذكر وجود مقترضين ناشطين في التجارة المصغرة داعيا المواطنين للاستفادة من البرنامج لتوظيف المال في العمل وخلق العمل. ولدى برنامج الادخار والقروض المصغرة مول الذي بدأ نشاطه في مديرية الشعب عام 1996 أكثر من 1100 عميل. وأفاد المزارعون بأن مول يسهم في سد نقص المال لهم خاصة في فترة الحراثة ونثر البذور، وإن القرض يعتبر رأس مال إذا تم استغلاله جيدا. بعد الفاصل سادتي تعودوا لمواصلة الأخبار. انسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية، وهي واحدة من عدة اتفاقيات دولية انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. تسمح المعاهدة التي أبرمت عام 1992 بين روسيا والولايات المتحدة و32 دولة أخرى معظمها منضوية في حلف الأطلسي لجيش بلد عضو فيها بتنفيذ عدد محدد من الرحلات الاستطلاعية غير المسلحة في أجواء بلد عضو آخر بعد إبلاغه بالأمر. ويمكن للطائرة مسح الأراضي تحتها وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية بهدف إزالة الشكوك التي لا أساس لها بين الدول المتخاصمة وتجنب المفاجآت وتقليل احتمال اندلاع نزاعات. لكن ترامب قال في مايو إن موسكو لم تحترم التزاماتها بموجب المعاهدة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين القوتين العظميين. ولطالما تبادلت موسكو وواشنطن الاتهام بانتهاك شروط المعاهدة. وفي مايو قالت إدارة ترامب إنها أعلنت مهلة 6 أشهر المطلوبة للخروج منها. أعلنت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة توزيع قرابة 2 مليار جرعة من اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة مطلع العام القادم في عملية عملاقة. وقالت اليونيسيف إنها تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من 1 مليار حقنة إلى الدول الفقيرة كجزء من برنامج كوفاكس العالمي لمكافحة الوباء. وتقود جهود كوفاكس كل من شركة جافي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف المبادرات لمكافحة الأوبئة، حيث يهدف البرنامج إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة. ويعد دور اليونيسيف أساسيا في برنامج كوفاكس كونها أكبر هيئة مسؤولة عن شراء اللقاحات في العالم، يستعمل روتينيا على شراء قرابة 2 مليار جرعة من لقاحات المناعة سنويا نيابة عن نحو 100 دولة.
أكدت مصادر أفغانية حدوث انفراجة يمكن أن تفضي إلى اتفاق سلام بين حكومة كابول ومفوضي حركة طالبان بعدما يقرب من شهرين من النضال بشأن اتخاذ قرار حول القاعدة الإجرائية لمحادثات السلام الأفغانية. ونقلت وكالة أنباء خام بريس الأفغانية عن هذه المصادر قولها إن فريقي التفاوض اتفقا على إدراج الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان وتأييد الأمم المتحدة لعملية السلام الأفغانية والتزامات فرق التفاوض وإرادة الشعب الأفغاني كأساس للمفاوضات المقبلة. ومع ذلك يبدو أن مفاوضي كابول وطالبان في مقر المفاوضات يلتزمون الصمت ولم يصدر عنهم أي تعليق أو تحديثات بشأن الانفراج. جاء ذلك بعد أيام من اختتام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتماعا مع المفاوضين الأفغان وطالبان يوم السبت، لكن المصادر لم تعلق على ما إذا كانت زيارة بومبيو قد لعبت أي دور في كسر القيود التي أوقفت محادثات السلام منذ شهور. في غضون ذلك لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم من قوات الأمن الأفغانية، وأصيب 12 آخرون في هجومين منفصلين لحركة طالبان بإقليمي بغلان ونمروز. اقتحم مئات المتظاهرين مبنى البرلمان في غواتيمالا وأضرموا النار في بعض أجزائه، فيما تتصاعد موجة الغضب من الرئيس أليخاندرو جياماتي والنواب بسبب إقرار ميزانية تحد من الإنفاق في مجال الصحة والتعليم. وقد وقعت الحادثة أثناء تظاهر نحو 7000 شخص أمام مبنى البرلمان في العاصمة احتجاجا على قانون الميزانية الذي يقولون إنه نوقش وصودق عليه في السر من قبل النواب، فيما كانت البلاد تصارع آثار وباء كورونا والأعاصير التي ضربت هذا البلد الفقير في أمريكا الوسطى. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة عرض نائب الرئيس الغواتيمالي غيارمو كاستيلو الاستقالة، لكنه رهن رحيله برحيل الرئيس أليخاندرو جياماتي لأجل الصالح العام وخير البلاد. وكان البرلمان قد صادق سرا على قانون الميزانية الجديد، فيما كانت غواتيمالا تسابق الزمن للحد من تداعيات الإعصارين إيوتا وإيتا اللذين عصفا بالبلاد مخلفين دمارا هائلا. بذلك سيداتي سادتي انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.